واحد من اذكى الشخصيات في تاريخ مصر، سواء الناس اللي اتفقت معاه او اختلفت معاه، الاتنين اجمعوا انه واحد من اذكى الشخصيات في تاريخ مصر، الرئيس محمد انور السادات. طب خد لك الحكايه دي في السريع. الرئيس محمد انور السادات يا صديقي اتولد سنه 1918 لاب مصري، واسمع دي بقى، لام سودانيه مصريه زي الرئيس محمد نجيب اللي اتكلمنا عنه قبل كده. اتولد السادات يا صديقي في قريه ميتا بالكوم، محافظه المنوفيه. وخليني اقول لك ان محمد انور ده اسمه مركب، يعني ابوه مش اسمه انور، هو اسمه كده على بعض، محمد انور محمد السادات. اتولد في اسره فقيره جدا جدا، وكان عنده 14 اخ، منهم اخ استشهد في حرب اكتوبر كان طيار. اتعلم السادات يا صديقي في كتاب القريه، وبعد كده دخل المدرسه القبطيه الابتدائيه في قريه جنب قريته، وخد منها الشهاده الابتدائيه. بس بتحصل ظروف لابوه وبتوقف عن شغله اللي كان شغال في وحده صحيه تابعه للجيش البريطاني في السودان. فقرر ابوه انه يسيب القريه ويروح القاهره، وتحديدا حدائق القبه. وبحكم ظروف العيشه الصعبه، لان ابوه كان متجوز اكتر من واحده والاخوات كتير وكلهم قاعدين في شقه صغيره، فقرر السادات انه يدور على شغل يمكن يطلعه من الفقر اللي هو فيه. والسادات يا صديقي كان بيحلم ان هو يمثل، وبالفعل لما راح القاهره قدم مع ممثله ومنتجه اسمها امينه محمد، كانت عايزه شخصيات جديده لفيلمها الجديد. فبعت لها وقال لها ان هو عايز يمثل، وان هو بيعرف يقلد صوت الاستاذ يوسف وهبي وساعات ام كلثوم، بس بيترفض. فخلي عندك امل يا صديقي، كان بيحلم يبقى ممثل بقى رئيس جمهوريه. وفي الوقت ده وتحديدا سنه 1936 بيعمل مصطفى النحاس او النحاس باشا معاهده مع الانجليز، اتسمت بمعاهده 36 اللي من ضمنها السماح بتزويد الجيش من المصريين. فيقوم الحاج السادات الكبير يشوف له واسطه بحكم شغله مع الانجليز عشان يدخله المدرسه الحربيه. وبالفعل يا صديقي يدخل السادات المدرسه الحربيه ويتخرج منها بعد سنتين بس. الظاهر يلعب يا صديقي ويتعين ضابط برتبه ملازم تاني في كتيبه المشاة في اسكندريه. وبعدها السادات يتجوز بنت واحد من اعيان قريته، بقى ظابط بقى ومحدش قده. وبعدها يتنقل السادات لاسيوط ويقابل هناك مين؟ جمال عبد الناصر. وخلي بالك من النقطه دي عشان هنحتاجها قدام. ما قعدش هناك كتير، وبعد كده يروح سلاح الاشاره اللي كان لسه جديد في الجيش المصري. وخليني اقول لك ان الحرب العالميه الثانيه كانت في الوقت ده شغاله، حرب عالميه ثانيه يعني انجلترا ضد المانيا. وبما ان السادات كان راجل ذكي ودماغه شغاله، فقرر يعمل بمقوله عدو صاحبي، فقرر انه يساعد المانيا ضد الانجليز اللي محتلين بلد. بس انجلترا يا صديقي بتكتشف الموضوع وبيتم القبض عليه وتجريده من رتبته وبيسجنوه. ايه ده، يعني السادات اتسجن؟ اسمع بس، ده لسه هيتسجن تاني. اتسجن يا صديقي السادات سنتين، وخلال السنتين دول احداث الحرب العالميه الثانيه بيتغير. وبعد ما المانيا كانت شاده حيلها، الانجليز يعملوا الرومنتادا ويرجعوا. اول مره اشوفهم يعملوا رومنتادا على الالمان، طول عمري بشوفهم يعملوها على الاسبان. المانيا انهزمت يا صديقي في الحرب العالميه الثانيه، يعني انجلترا سيطرت، يعني السادات الدنيا بتبوظ عليه اكتر. فيقرر السادات يا صديقي انه يهرب من السجن، وبالفعل هرب سنه 1944 ومشي في الشارع لابس لبس غريب، وبقى يشتغل اي حاجه تقابله، شويه تبع على العربيه ماشي، شويه عامل باليوميه ماشي، اي حاجه تقابله يشتغل. لحد سنه 1945 يا صديقي تنتهي الحرب العالميه الثانيه، وانجلترا تقرر الاعفاء عن المساجين اللي من ضمنهم السادات. بيرجع يا صديقي السادات للحياه الطبيعيه تاني، بس للاسف مفيش شغل، وموضوع الجيش ده خلاص ينساه، وتبدا رحلته بقى مع ازاي يرجع للجيش تاني. كان في التوقيت ده يا صديقي تم انشاء تنظيم اسمه الحرس الحديدي. التنظيم ده بيساعد القصر والملك بعيدا عن الانجليز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو تنظيم ضد الانجليز بس ولاءه للقصر والملك نفسه. لحد ما يقرر التنظيم ده يا صديقي انهم يختلوا واحد اسمه امين عثمان، وعمنا امين عثمان ده كان العصفوره بتاع الانجليز وكان وزير الماليه. فيقرروا يا صديقي ان هم يتخلصوا منه ويختلوه، والسادات تيجي رجله في الموضوع ويرجع السجن تاني، والمره دي يتحبس 2.5 سنين. بس بتحصل حاجه غريبه، والناس بتعرف قضيته وبتتعاطف معاه، والقضيه هتتقلب راي عام، يقوم جاي واخد براءه بتوصيه من الملك لعدم كفايه الادله. يبدا السادات يا صديقي يشتغل اي حاجه لحد ما اشتغل صحفي في جريده المصور، ويقابل هناك مين؟ الاخت جيهان. يقعد شغال كده شويه يا صديقي، وبعد كده يقرر ان هو يتجوز جيهان ويطلق مراته الاولانيه. بس برضه يا صديقي لسه حوار الجيش ده في دماغه وبيفكر يرجع ازاي. فيظهر في حكايتنا عمنا يوسف رشاد، وده كان صديق قديم ليه. وبالفعل يا صديقي يتوسط له يوسف رشاد عند الملك انه يرجع، ويقول له الراجل ده بتاعنا وكان شغال معانا، وبالفعل يرجعه الجيش سنه 1950. كان بقى يا عم وكفايه شقاوه لحد كده؟ لا ما اقدرش والله، نو ريسك نو فن. عشان بعدها بسنه واحده بالظبط ينضم لحركه الضباط الاحرار في الجيش بقياده اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر اللي كان عارفه اصلا قبل كده لما كان في اسيوط. وتحصل الثوره يا صديقي يوم 23، والسادات دلوقتي في خطر. ويا عالم الثوره دي هتنجح ولا لا؟ لو الثوره ما نجحتش والملك
الملك لسه مرجعه هيبقى فيها اعدام مش سجن. فيقرر كالعاده السادات انه يشغل دماغه وياخد المدام يوم 22 بالليل ويروحوا السينما. لا ومش بس كده كمان، ده يفتعل مشكله مع واحد ويصمم انه ياخده ويروح القسم ويعمل له محضر، وبالمره يشوف الدنيا هناك ماشيه ازاي، حصل حاجه ولا لا. حصل حاجه فانا والله ماليش دعوه، انا كنت في السينما والمحضر اهوت بالتاريخ والساعه وانا ماليش دعوه. ما حصلش حاجه والثوره مشيت والدنيا زي الفل، خلاص قشطه انا معاك والدنيا تمام. حركه حلوه، وهو شاطر قوي في حوار بص العصفوره دي، عشان بعدها يا صديقي يتم اذاعه بيان الثوره، لا وكمان بصوت السادات. بني وطني، اجتازت مصر فتره عصيبه في تاريخها الاخير، ويتم تاسيس جريده الجمهوريه سنه 1953 وتعيين السادات رئيس تحريرها نظرا لخبرته السابقه في العمل الصحفي لما كان في جريده المصور. يجي يا صديقي الرئيس محمد نجيب ويمشي، اللي حكينا قصته قبل كده، والسادات مش طمعان في اي منصب خالص، يروح من المنصب الصغير ده للمنصب الشرفي ده وهو مش طمعان في اي منصب خالص. بس خلي بالك من النقطة دي مهمة هنحتاجها قدام. ويمسك كمال عبد الناصر ويفضل على الوضع ده لحد سنة 1969. الظاهر يلعب معاه تاني ويختاروا جمال عبد الناصر انه يكون النائب بتاعه. جمال عبد الناصر قال ان هو مطيع وبيسمع الكلام، نحطه من هنا لهنا ما بيقولش اي حاجة. وهوب يا صديقي يموت جمال عبد الناصر بعدها بسنة، ويقول السادات خطاب وفاته في الراديو، واحد من الخطابات اللي اثرت في الناس جدا. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، فقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال، والرئيس جمال عبد. ومين يمسك مكانه بقى يا صديقي؟ النائب بتاعه محمد أنور السادات، ويتعمل استفتاء شعبي على انه يمسك البلد، وقد كان. السادات مسك البلد بقى يا صديقي والاكشن كله هيبتدي، والبلد كانت خربانه من كل ناحيه، طالعين من نكسه والاقتصاد واقع وكل حاجه بايظه. ومن ناحيه تانية الناس اللي هم كانوا قريبين من جمال عبد الناصر، الكبار بقى بتوع البلد اللي هم اصلا وقفوا جنب السادات عشان يبقى رئيس جمهوريه لنفس السبب اللي عبد الناصر اختاره عشان يبقى النائب بتاعه، انه هيسمع الكلام وانه هيبقى مجرد صوره بس، وهم اللي هيديروا البلد. عشان بعدها يا صديقي السادات يعمل كامباك تاريخي عليهم كلهم، خصوصا ان جاله تسجيلات من ضابط في المخابرات ان القيادات دي بيتامروا عليه وبيشتموه بقى وحاجات اللي انتوا عارفينها دي. قال لهم انا سايبكم السنين اللي فاتت دي تتمتعوا مناصب كبيره والدنيا حلوه وبتاع، تعالوا لي بقى. ويعمل يا صديقي ساعتها ما يعرف باسم ثوره التصحيح، قبض على القيادات دي كلها ويعمل خطاب قدام الشعب كله ويعرفهم ان في مؤامره عليه، ويطلع التسجيلات كمان. ما هو برضه قلقان الناس دي من ريحه عبد الناصر، وعبد الناصر كان ليه شعبيه جامده جدا، فعشان يعني ما حدش يتكلم معاه طلع كل البلاوي بتاعتهم وقال لهم ان هو قبض عليهم. حركه يا صديقي صايعه جدا، اهو منها ما حدش يتكلم معاه وبالمره ياخد تعاطف الشعب. بدا السادات يا صديقي بعدها في اعاده بناء الدوله وهيكلتها، وعمل دستور لمصر اتسمى دستور 71، ويبدا بعد كده تجهيز الجيش للحرب، ويطلع في كذا خطاب ويعلن ان هو بيجهز الجيش عشان قبل سنه 71 هنكون مرجعين سينا. ان حد يا صديقي بقى يجي من بره ويقعد يتفاوض معاه ويقول له حرب ايه وبلدك بايظه وانت لسه بتلم الدنيا وبتاع، مفيش. وبتخلص يا صديقي سنه 71 والجيش ما حاربش والارض ما رجعتش، وكمان الناس في الشارع مش عاجبها الكلام، فيطلعوا يعملوا مظاهرات ضده اعتراضا على سياسته وان الارض كمان لسه ما رجعتش. وقالوا ان الراجل ده ولا هيحارب ولا حاجه، هو عمال يطلع يبيع لنا الوهم ويقول كلامه خلاص. اللي كان معظم الناس دول يا صديقي ناصريين. الدنيا يا صديقي بتبوظ عليه اكتر، الوضع مش تمام والناس معترض عليه في الشارع عشان يعمل حركه من اذكى الحركات السياسيه في تاريخ مصر، ويقوم مطلع يا صديقي الاخوان المعتقلين من السجون وكمان يديهم حرياتهم. فبكده يا صديقي يكون عمل جبهه مضاده للجماعه اللي عاملين مظاهرات واعتصامات دول، ومن ناحيه تانية الاخوان مش هينسوا له الجميل، ويركز بقى هو في الجيش والارض اللي ضايعه دي. في الوقت ده يا صديقي السادات كان في موقف لا يحسد عليه، من ناحيه البلد خربانه واقتصادها واقع، ومن ناحيه تانية الناس عايزاه يحارب، لا وكمان مفيش اي دعم خارجي يعني، ولا امريكا ولا روسيا. وفضل يا صديقي يجهز في الجيش ويصدر للعالم كله ان احنا مش بتوع حرب، والناس تتريق عليه ولا هيحارب ولا هيعمل حاجه، لدرجه ان هو اظهر اسماء قيادات الجيش في قرعه الحج وان الجيش مريح ولا هنحارب ولا هنعمل حاجه. بس احنا عارفين يا صديقي ان هو في التخفيل ما عندوش يا مرحميني، وهو شاطر قوي في حوار بص العصفوره ده. ويفاجئ السادات يا صديقي العالم كله يوم 6 اكتوبر 73 اعلان الحرب واسترجاع اجزاء من سينا واجبارهم على المفاوضات اللي ما كانش حد عايز يقعد معاه في الاول. ولست اتجاوز اذا قلت ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس امام عملية يوم 6 اكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. قولوا باختصار ان هذا الوطن يستطيع ان يطمئن ويأمن بعد خوف انه قد اصبح له درع وسيف.
عشان بعد كده يا صديقي يتحول السادات لبطل شعبي، مش مجرد واحد كان نائب لعبد الناصر وخلاص. بس زي ما احنا عارفين يا صديقي ان الخوازيق جزء اساسي من حياتنا، فعمر الدنيا ما هتمشي كده يعني. برغم كل ده يا صديقي تحصل حاجات كتير بعد الحرب تعمل عداءات بين السادات وجميع طوائف الشعب، خصوصا بعد الانفتاح والتحول للرأسمالية ونهايتها بمعاهدة كامب ديفيد. معاهدة كامب ديفيد كانت ناس كتير رافضة ليها وشايفة ان هي مش في مصلحتنا، حتى وزير الخارجية وقتها محمد ابراهيم قدم استقالته وقال عليها ان هي مذبحة التنازلات. على الرغم من المواقف الكتيرة الذكية في حياة السادات الا ان هو قرر ان هو يعادي الكل، حتى الدول العربية اللي كانت رافضة الاتفاقية. واحنا عارفين يا صديقي ان اللي بيعادي الكل بيخسر، لحد ما بيغتيل السادات في عرض عسكري في اكتوبر سنة 1981. بس يا صديقي ما تنساش تسيب لي رأيك، ولو اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب واستنى الحكايات الجديدة. سلام.